لو نشوفوا التصريحات تاع موتسيبي لما سالوه لا بروميير ريبونس قال لهم لو بلان ا سي لو ماروك، لو بلان بي سي لو ماروك اي لو بلان سي سي لو ماروك. سبحان الله، بلان ا بلان بي بلان سي، ولات الرئيس الكاف ويشوف باللي كل الامور راهي عاديه وهذا البلد قادر يدير. انا نظن كاين مازال الامور كاين بزاف حاجات مشتبه فيها في هذه الهيئه هذه، وامور غير منطقيه تماما. وهذا الرئيس مادام او يدلي بمثل هذه التصريحات انا نعتبره مازال اداه لطرف ما. رضا اليوم الكاف رانا على بالنا بلي مختطفه، على بالنا بلي الكاف تمشي لطرف المجاور، نحبوا ولا نكرهوا. دوك اليوم ما كان اي تفكير من اي كان داخل المكتب داخل اروقه الكاف وين تقول بلي كاين تغيير تاع التنظيم تاع كاس افريقيا. اليوم او قال لك بلون ا بلون بي بلون سي بلون دي، حتى ما يصراوش يصرا. اليوم الكاف عندها موقف. لو كان جات في بلاد واحده اخرى تشوف، كان جات في بلاد واحده اخرى تبدا كدا الاخر لي كوليس في افريق ناس تنوض وكذا كلش. اليوم علينا نحن كجزائريين يكون عندنا الموقف تاعنا، نركزوا الموقع تاعنا داخل اروقه الكاف، ونزيدوا نركزوا روحنا ثاني داخل اروقه الفيفا، من بعد يكون فيها كلام اخر. نعم، مرات كاس افريقيا مبرمجه يعني انطلاقتها حتكون يوم 21 ديسمبر. 21 ديسمبر يعني ما بقاش هذاك شهرين قدامنا، يعني ماشي بعيده بزاف، ولكن نظرا للاحداث الجاريه يعني في البلد يعني اللي راح ينظم هذه المنافسه، كاين على حسب معلوماتنا ان كاين بلد يعني اتحاديه تاع بلد في جدول الاعمال اللي ناقشوهم في هذه الدوره. طرح بلد طرح يعني طلب باش يوضعوا نقطه تاع اللي ناقشوها، موضوع اللي ناقشوه هي تاع كاس افريقيا، هل ستنظم في وقتها ام ستؤجل ام ستؤخر نظرا للاحداث اللي راهي صاريه يعني. ولكن تعرفوا الكواليس يعني هما قويين في الكواليس. على هذا رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم موتسيبي طلب منهم، قال لهم هذه النقطه ما تهضروش عليها، خلاص خلوها للايام. ولكن كاين يعني حسب يعني مصادر من هناك يقول لك بان رؤساء الاتحادات وخاصه رؤساء اتحادات البلدان اللي راح تشارك في الكان القادم يعني راهم ما راهمش يعني ستابل في تفكيرهم، لانهم راهم يشوفوا بانها المنافسه هذه باش تتنظم في الوقت هذا في الظروف اللي راهي صاريه من الصعب جدا باش تتنظم. من الصعب جدا. لماذا؟ لان احنا نشوفوا راهي الظروف صعبه جدا، وبالتالي مانيش عارف النقاش مفتوح فيما يخص تنظيم. شوفوا يا الاخوان، هذه الايام طالعين واحدين سميتهم صحافه الزيكو، دايرين فيها خبراء فالكوره وكيهضروا على المغرب وكانهم هم اللي فاهمين كل شيء. كيجي يقول لك المغرب كيرشي، المغرب كيدير الكواليس، المغرب باغي يشري كاس افريقيا ولا كاس العالم، وش بصح ولا غير حقد وغيره؟ راه المغرب ما وصلش لهذا المستوى بالكواليس ولا بالرشاوي، وصل بالخدمة بالتنظيم بالنية وبالاحترافية. المغرب اليوم ولا عنده ملاعب عالمية، تنظيم ما كاينش بحاله في القارة، وناس خدامة بجدة. كل شي شاف كيفاش نظمنا كأس العالم للأندية، كيفاش نجحات كأس إفريقيا للسيدات، وكيفاش الفرق المغربية كتلمع. فإفريقيا الوداد الرجاء نهضة بركان، وش هادي كواليس ولا نتيجة تعب سنين؟ هذا صحافة الزيكو ما عندها لا مصداقية لا مهنية، كل همهم ينقصوا من قيمة المغرب باش يغطيوا على الفشل ديال بلادهم. ما قدروش يستوعبوا كيفاش بلاد عربية إفريقية كتقدر توصل للهد المستوى بلا ما تسجد ولا تتسوى. المغرب خدام كيبني كيطور كيعتمد على أولاده وعلى الرؤية الملكية اللي كتسعى تخلي المغرب قوة في إفريقيا والعالم. أما داك الهضرة ديال الكواليس فهي غير عذر ديال الفاشلين اللي ما قدروش يحققوا النتائج في الميدان وبغاوا يبرروها بالحسد والبهتان. راه الكرة فالمغرب ولات مشروع دولة مشي غير لعبة. واليوم اللي غادي يجي فيه كاس إفريقيا للمغرب غادي يعرفوا كاملين شنو يعني التنظيم المغربي الحقيقي، وغادي يسكتوا نهائياً. فخلاصة القول خليهم يهضروا وخلي الميدان يجاوب. المغرب ما تحتاجش الكواليس،
المغرب هو الكواليس ديال النجاح في حد ذاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا للجميع.